السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض لحمة مشوية، بس من غير ما تتحط في الفرن. هوريكم مشوية في الحلة على البوتاجاز بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وهنعمل مع بعض السبانخ، وهنعمل رز بشعرية، وهقول لكم شوية تكات كده حلوة في السبانخ برضك ان شاء الله. خليكم معانا. ده طبعا شكل الاكل بعد ما خلص. ده شكل الرز. طبعا انا عملت رز معاكم يعني كم مرة قبل كده. الحمد لله بيطلع دايما سليم ومفيش في حاجة معجنة ولا حاجة بايظة. بيطلع جميل وريحته حلوة وطعمه جميل جدا. واللحمة شايفين شكلها عامل ازاي. شوياها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وطعمها مميز جدا. والسبانخ طعمها تحفة وريحتها جميلة. ان شاء الله تشوفوا الطريقة تلاقوها سهلة برضك. انتوا عارفين ان انا دايما اعمل حاجة بطريقة بسيطة جدا، مش فيها اي افتكاسات ولا حاجة، بس سبحان الله بتطلع طعمها احلى من المطاعم بكتير بشهادة الجميع والحمد لله. جربوها بطريقتي وقولوا لي بقى رأيكم ايه. خليكم معانا بقى عشان نقول لكم على الطريقة. اول حاجة طبعا هنقول لكم على طريقة عمل الرز. الرز طبعا بيتعمل بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بنحط شوية زيت ومعلقة سمنة. انا بحب دايما احط الزيت مع السمنة، بيدي للرز طعم مميز ولمعة، وبيخليه كده يعني فاكك مش معجن ولا حاجة. وبعد كده بنقلبه بالشعرية، بنشوحها نخليها مثلا توصل لون الذهبي. وبعدين نحط الرز. انا بحب اشوح الرز مع الشعرية. بعد ما الشعرية تاخد اللون الذهبي بحب اشوحه حوالي من دقيقتين ل3 كده. وبعد كده بزوده بمية مغلية. لازم يتحط له مية مغلية عشان خاطر برضك ما يعجنش، ويدوب المية تدار الرز. بعد كده نحط له الملح بتاعه ونقلب يعني نقلبه تقليبه واحدة، وبعد كده نغطي عليه. ما نقلبوش تاني بقى بعد كده تاني. اول ما الميه تبتدي تتشرب نبتدي نهدي عليه النار، وبعد ما الحبه تستوي نطفي عليه. انا ما بحطش المعلقه تاني ابدا. وكمان رز دي ما شاء الله عمره معجن ولا عمره باظ ولا شط ولا اي حاجه، دايما يطلع في منتهى الجمال. بعد كده بقى هنقول لكم على طريقه عمل ايه. طريقه عمل السبانخ. بس ده طبعا شكل الرز بعد ما استوى. شوف شكله عامل ازاي، ما شاء الله منور كده في الحله وجميل، ولا اي حبه معجنه ولا اي حاجه. شوفوا ما قلبناش تاني، احنا خلاص هي تقريبا واحده قبل ما يستوي خلاص. نقول بقى طريقه عمل السبانخ. بنجيب حله وبنحط فيها معلقه سمنه، وبعدين بنجيب بصل بنفرمه او بنقطعه قطع صغيره. انا دايما احب يعني اقطعه قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، ويا دوب ياخد اللون الذهبي البسيط. طبعا نكون حاطين عليه فص ثوم برضك، ننزل عليه بالطماطم. طبعا نحط عليها معلقه صلصه ومعلقه بابريكا. انا اقول لكم بقى على البهارات. معلقه صلصه، معلقه بابريكا، بتاع ده نص معلقه كزبره. انا بحب احط كزبره للسبانخ. توم باودر، بصل باودر، اللي هي السبع بهارات، وطبعا الملح. هنقلبها بقى لحد ما السبانخ توصل اللون ده. بعد كده هنجيب السبانخ طبعا بعد ما قطعناها وغسلناها غسله نظيفه زي ما انتم شايفين كده. هنحطها بقى في الصلصه من غير ما نحط عليها ميه. نحطش على الصلصه ميه، لان السبانخ اساسا بتنضح ميه. يعني اول ما بنحطها على النار السبانخ الورق بتاعها ده بيطرى ويتحول لميه زي ما انتم شايفينه كده. ده ما حطيتش على ميه نهائي. طبعا مع التقليب كده مع الصلصه بتبقى شكلها كده، بتدبل وبتنضح الميه اللي جواها خلاص. واحنا لو احتاجنا هنحط بقى كوبايتين شوربه ليها عشان تستوي. السبانخ ما بتاخدش اصلا وقت في السوا. ولازم انا بقى بحط مع السبانخ اقول لكم بقى التكات اللي انا بعملها. انا بحط مع السبانخ، عارفين الخضره اللي هي بتاعت المحشي المشكله، بجيب انا ال3 انواع: شبت وبقدونس وكزبره. بجيبهم وبقطعهم، وبحب احط خضره كتير للسبانخ بتدي طعم حلو قوي مع نص معلقه الكزبره دي. وكمان بحط لها كمان نص معلقه نعناع ناشف. جربوها بقى وهتشوفوها، شوفوا طعمها عامل ازاي. والله العظيم طعمها بيبقى خرافه، وريحتها بتبقى قلب الشقه كلها. كل اللي بيدوقها بيبقى نفسه ياكل منها تاني. بتبقى طعمها جميل جدا ومميز. وطبعا احنا قلبناها وحطينا عليها بقى كوبايتين الشوربه اللي احنا قلنا عليهم، وهنسيبها لحد ما تستوي. يعني ممكن تاخد لها حوالي ربع ساعه. لو انتوا مثلا عايزينها تكون يعني
انا بحبها تبقى جوسي كده. لو عايزاها تكون تقيله قوي يعني تخينه كده وتقيله، ممكن تحط لها شويه رز، يعني معلقتين رز. ده بيخلي السبانخ يعني ايه تقيله، يعني مش فيها يعني صوص. يعني انا بحب يكون فيها صوص عشان بحب الاولاد بياكلوها مع الرز. لو انتوا عايزين تاكلوها بعيش وعايزين يعني تخلوها مثلا مش فيها صوص كتير، ممكن تحط لها معلقه الرز مع وهي بتستوي، معلقتين تغسلوا معلقه الرز نيين كده وتحطوها على وش السبانخ من غير ما تقلبوها. بتخلي السبانخ تلف على بعضها وتبقى كويس. انا بحبها كده زي ما انتوا شايفينها كده. خلاص، مش محتاجه رز ولا حاجه. وده شكلها بعد ما ايه ما استوت. هنقول بقى طريقه عمل اللحمه المشويه. معموله بقى بطريقه سهله وجميله جدا جدا جدا، وطعمها مميز وريحتها حلوه قوي. اول حاجه هنجيب 3 بصلات كبار، وهنجيب معاهم بردك حوالي 5 حبات طماطم اللي هي القوطه، هنقطعهم. وبعد كده ايه هنضربهم نص ضرب. يعني انا مش بحب ايه اخليها يعني طريه، ممكن نعملها بالمبشره او ممكن نقطعها قطع صغيره، او ممكن نخليها مثلا يعني نضربها نص ضربه كده في الكبه، الطماطم والبصل نحطهم مع بعض. الاول هنجيب اللحمه، هنجيب معلقه سمنه، هنحط ورق لورا وحبهان وبتاع زعتر وروزماري. انا بحب احط الحاجات ديت مع اللحمه وهي بتتشوح، اللحمه المشويه بس، وشويه فلفل اسود. وبعدين هننزل باللحمه، قطع اللحمه هنشوحها فيها شويه يعني نديها ايه صدمه كده، لون من ناحيتين. وبعد كده هننزل عليها بالبصل والطماطم اللي قلت لكم عليهم ان احنا مقطعينهم او ضاربينهم نص ضربه. بعد كده يعني الصوص اللي احنا حاطين، طبعا احنا حاطين بصل كتير وطماطم كتير مع هنشوح فيهم اللحمه. دول يعني هيعملوا صوص كده، مش هتبقى محتاجه ان هي تحط لها ميه او حاجه. نقعد نقلب فيها حوالي 5 دقايق، وكل ما يعني ما تحتاج ميه بسيطه هنحط لها يعني حاجه بسيطه خالص، بس يا دوب ايه تخليها تتحرك كده في التقليب. وبعد كده هنحط لها حوالي كوبايه ميه او كوبايه شوربه. وطبعا بعد ما حطينا لها البهارات اللي احنا قلنا عليها، ونحط لها بردك معلقه الملح، ورق اللورا. هنهد زي ما انتم شايفين كده، هنقلبها بقى ونهدي عليها النار ونسيبها على نار هاديه لحد بقى ايه تنضح. طبعا الصوص البصل والطماطم والحاجات دي كلها هتتحول ايه لصوص زي ما انتم شايفينه كده. هيبقى صوص طعمه مميز وجميل قوي لحد اللحمه. يعني الصوص اللي هيطلع ده اللحمه هتشربه تاني، هتديك بقى يعني لون اللحمه المشويه وطعم اللحمه المشويه، وفي نفس الوقت هتبقى طريه وجوسي، مش هتبقى ناشفه، يعني هتبقى طعمها حلو قوي. وبعد كده هنحط لها بقى الفحمه بعد ما تستوي زي ما انتم شايفين كده الفحمه دي. وبعد كده بقى نغطي عليها حوالي 3 يعني دقايق او دقيقتين لحد ما تاخد ريحه الشوي. وبعد كده نحطها في الطبق بشكلها بالشكل ده، وبألف هنا وشفا. والله طعمها جميل جدا وريحتها حلوه قوي قوي قوي. جربوا بس الاكل بطريقتي وقولوا لي رايكم ايه. انتوا عارفين دايما انا دايما اعمل لكم الحاجه بطريقه بسيطه وبطريقه سهله، علشان احنا كل بيت مصر بيحب الحاجه الاكل. يعني مش عايزين افتكاسات، احنا عايزين اكل يكون طعمه حلو، مش نحط بهارات كتير وحاجات كتيره اللي بتضيع طعم الاكل. لا، احنا عايزين الاكل بطعم وريحه امهاتنا، بريحه زمان، الاكل اللي كان بيفتح النفس، مش الاكل اللي هو الوقت اللي ما انتش عارف انت بتاكل لحمه ولا بتاكل فراخ ولا بتاكل ايه. ده كل اكل له طعمه، يعني السبانخ طعم السبانخ، الرز هو طعم الرز، اللحمه طعم اللحمه. مش حاطط فيها حاجات تضيع طعمها وتضيع ريحتها وتضيع مذاقها، لا، كل حاجه لازم ندوقها تكون بطعمها وبريحتها اللي احنا متعودين عليها، بريحه امهاتنا. جربوها بقى وقولوا لي رايكم ايه.